بعد حديثها عن فتى أحلامها، تعالوا نتعرف على أبرز تصريحات نادية الجندي المثيرة للجدل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. على مدار الأشهر الماضية استطاعت نجمة الجماهير نادية الجندي أن هي تخلق حالة من الجدل وسط الجمهور، سواء بإطلالتها التي تظهر فيها من حين لآخر، أو حتى تصريحاتها المثيرة للجدل، واللي كانت آخرها مواصفات فتى أحلامها، واللي استطاعت من خلالها أن تتصدر الترند على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وإنها قربت على 77 من عمرها، وهو ما عرضها لكثير من الانتقادات. وخلال الساعات الماضية أجابت نادية الجندي على سؤال في إحدى المداخلات الهاتفية على برنامج الستات، والذي تقدمه كل من سهير جودة ومفيدة شيحة. وكان السؤال هو: هل سعادتك في 2023 إن ربنا يرزقك حب كويس، ولا دور يرجعك للسينما؟ فما كان منها إلا القول: لو جت سينما كويسة وحب كويس مع بعض يبقى مفيش مانع، لكن يكون راجل ابن حلال، سند بمعنى الكلمة، بمعنى يعني سند بمعنى رجل سندك ومقدر قيمتك، حنون ويدي الإحساس بالأمان. ومن بعدها انتشرت تصريحات نجمة الجماهير بشكل كبير، وأغلبها ساخر نظرا لسنها الكبير وتصريحاتها التي لا تتفق مع هذا السن. وفي تصريحات مثيرة أخرى عن مظهرها اللي بتخرج بيه للجمهور كل فترة، ورشاقتها وشكلها الصغير عن سنها الذي تظهر بيه. وقالت نادية الجندي: الفنان ما ينفعش يطلع شكله وحش وتخين ومنظره كئيب، جزء من شغلي تكون لياقتي صح، لأن أدواري صعبة وكلها أكشن. وأضافت: النهاردة الثقافة العامة للرجال والسيدات هي الاهتمام بالرياضة والرشاقة والتجميل بغض النظر عن العمر. وعن رشاقتها قالت نادية الجندي: أنا حارمة نفسي من الأكل طول الوقت، والحرمان من الأكل عذاب مش أي إنسان يقدر عليه، إلى جانب الابتعاد عن التدخين والسهر. وقالت إن ربنا فوق أي شيء، مصدر حب الناس لأي إنسان والكاريزما اللي بيتمتع بيها، والتصالح مع النفس وعدم الحقد على الآخرين، لأن الحقد بيؤدي لظهور تجاعيد على الوجه. وبعد تصريحاتها عن فتى أحلامها كان للجمهور فضول عن عدد زيجات نادية الجندي، وقد تزوجت نجمة الجماهير مرتين، كانت من الفنان عماد حمدي سنة 1962، وأنجبت ابنها الوحيد هشام وعاشت معاه لحد عام 1974. والزيجة الثانية من المنتج السينمائي محمد مختار عام 1978، إلا إنها انفصلت عنه 1995. وفي مذكرات كشف عماد حمدي عن سبب طلاقه من نادية الجندي، وقال: رغم إني عشت معاها أطول فترة زواج، يعني 13 سنة، في إن العمر الافتراضي لحياتنا الزوجية انتهى قبل انفصالنا بوقت طويل، وبقى الأمر ممكن حتى جاءت اللحظة اللي أصبحنا فيها غير قادرين على التحمل أو الانتظار. فخدت شنطتي وفيها بعض ملابسي وتركت البيت الزوجية متجها إلى منزل شقيقي. أما عن سبب طلاقها المرة الثانية من المنتج محمد مختار، فقالت نادية الجندي: السبب فني. هناك أشخاص أقنعوا مختار بالتمثيل في وقت كان اسمه علامة في مجال الإنتاج، وكنت معترضة على هذا الأمر لأن ليس لديه ملكة التمثيل. حدثت بيننا مشكلات في تلك الفترة وتم الانفصال بهدوء. أصدقائي الأعزاء، لو عجبكم الفيديو لايك ومشاركة الفيديو. لو شفتوا قناتي أول مرة أتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.